الفيديو ده هقول لك 3 عادات هيحسنوا كتير من صحة دماغك. اول عادة وهي القراءة، انك تبدأ تقرا كتب لانها هتصفي دماغك خالص وانت بتقرا، وكمان هتديك معلومات وهتخلي دماغك دايما فيها معلومات. لان دماغك لو قعدت كتير ما فيهاش معلومات هتلاقيها بتصدي، ومش ما فيهاش معلومات لانها زي المكنة كده، لو سبتها كتير او مثلا لو سبت حتة حديد لو سبتها كتير تلاقيها بتصدي كده. فدماغك زي كده، لو ما سبتها كتير من غير معلومات تلاقيها مش ما فيهاش معلومات كده. وكمان تاني عادة تدوين اليوميات، لان هتعرفك كتير عن نفسك، هتعرفك ايه الحلو فيك وايه الوحش فيك، ايه الايام اللي انت بتبقى فيها كويس وايه الايام اللي لا. وكمان هتساعدك كتير انك تحسن من دماغك وتحسن من قدرتك على الكلام يعني. تالت عادة وهي النوم بدري والصحيان بدري، لانك لما تنام بدري هتلاقي جسمك بيجيله استشفاء بسرعة، وتلاقي دماغك كمان بيجيلها استشفاء برضه. وكمان هتصحى بدري اهو في وقت الهدوء وهتذاكر، يعني مثلا لو عايز تذاكر او عايز تاخد كورس او عايز تشتغل حتى هتلاقي الوقت وكل الناس نايمين، بتلاقي نفسك لوحدك كده، بتبقى عندك ديب وورك، مفيش حاجة مشتتاك. بس كده كنت قلت لك.